السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخنا منورة. النهاردة هنعمل كيكة بتاعة الشاي، من أحلى الكيكات اللي كل الناس بتحبها مع كوباية شاي أو مع الفطار أو مع العشاء. هنعملها بمقادير بسيطة جدا وأي ست بيت تقدر تنفذها. لو عايز تعرفي الكيكة الحلوة دي اتعملت ازاي وهشة وبالشكل ده ومن غير فراغات كده اتعملت ازاي، تابعيني لآخر الفيديو. ما تنسيش بقى تعليق حلو منك ولايك الحلو بتاعك، وتعالي نشوف الفيديو اتعمل ازاي. معايا المقادير بتاعتي، معايا 4 كوبايات دقيق منخولين. من شروط نجاح الكيك ان يطلع هش وكويس وميكونش مكتوم ان انا انخل الدقيق معايا مرتين، مش هنخله كمان مره واحده، مرتين، بالذات في الساعه دي لان بياخد نسبه رطوبه. معايا كيك شيف اللي هو البيكنج باودر هستخدمه، وده برضو من عوامل النجاح ان انا استخدم كيك شيف. هو افضل من البيكنج باودر العادي لان فيه نسبه محسن، وفي نفس الوقت بيطلع لي الكيكه طريه وياخد وقت كبير في الكيك يفضل معايا ما يحصلوش حاجه وينشف مني. معايا 4 بيضات درجه حراره المطبخ. معايا كوبايه زيت وفيها معلقه سمنه. انا شلت معلقتين من الزيت وحطيت بدلهم معلقه كبيره سمنه بلدي عشان تديني طعم حلو وفي نفس الوقت تديني طراوه وطعم احلى واقيم من الزيت بس يبقى ساده. بيختلف في المقدار الطعم بتاع السمنه البلدي. طبعا ما عندكيش سمنه بلدي ممكن نحط زبده، لو في ما فيش ممكن كوبايه الزيت عادي كامله يعني. معايا كوبايتين سكر حبيبات، ويفضل يكون سكر ابيض. معايا كوبايتين لبن سخن مش دافي، سخن. معايا معلقه كبيره خل ابيض. معايا فانيليا. معايا اسانس جوز الهند، واسانس جوز الهند هيديني طعم حلو قوي للكيك وهيخليه طعمه زي اللي انا بشتريه من المحلات بره. هبدا انزل بالبيض الاول واخفقه بالشكل ده كده. فكيت البيض عندي بالشكل ده كده، الصفار والبياض مع بعض. عشان هبدا دلوقتي احط الفانيليا، قيمه نص معلقه صغيره فانيليا. احط برضو قيمه نص معلقه صنص جوز هند، وهدي رشه ملح معاهم كمان. الملح هيبرز لي طعم الفانيليا يظهرها اكتر ويغطي على زفرة البيض، وفي نفس الوقت بيحسن من اداء طعم الحاجه، يبان فيه السكر، يبان فيه كل المكونات اللي انا بحطها. هبدا افكهم مع بعض. هنزل بالسكر كله دفعه واحده كده بالشكل ده، ادوب بالسكر مع البيض. هنبدا ننزل بكوبايه السمنه على الزيت بالشكل ده كده. بعد ما السكر والبيض دابوا عندي والفانيليا حطيتها معاهم، طبعا هنبدا ان احنا ننزل بالزيت كده مع الخفق طبعا. ابدا انزل بمعلقه الخل على المكونات بالشكل ده، وعشان ما هبطش اللي انا عملته هنبدا ان احنا نحط دقيق واللبن تدريجيا مع بعض بالتبادل. انا عندي اضفت البيكنج باودر على الدقيق بالشكل ده، هقلبه واتاكد ان هو اتقلب في كل الدقيق بالشكل ده كده. هبدا انزل بكوبايه لبن تدريجيا كده. اللبن عندي سخن، هبدا انزل بكوبايه اللبن بتاعتي كده. هنزل بنص كميه الدقيق مع البيكنج باودر بالشكل ده، هدوب. دي عندي اختفى بالشكل ده. هبدأ انزل تاني بباقي كمية الدقيق، وانزل كمان بكوباية اللبن اللي باقية، يبقى كده كوبايتين لبن. عندي الصينية اللي انا دهناها مادة دهنية، هدهنها زيت او سمنة، ما بحطلهاش دقيق، مش هتلزق ان شاء الله. وعلى فكرة الألمونيوم من الحاجات اللي التوزيع الحراري بتاعها حلو جدا لكل المخبوزات، سواء كيك سواء بسكوتات سواء أي معجنات أو أي حاجة. الألمونيوم من أفضل الخامات اللي أنا أستخدمها
للخبز، لان التوزيع الحراري بتاعها افضل واحسن بكتير من اي حاجه تاني. هنبدا ان احنا ننزل بقى بالخليط بعد ما خلص بالشكل ده. الفرن عندي محققه درجه حراره 180 درجه، وانا بشتغل اثناء ما انا بشتغل بكون مشغلاها عشان تفضل الحراره بتاعتها منتظمه بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 درجه على رف اوسط، مش هفتح قبل نص ساعه عليها. بعد نص ساعه هشوفها عملت ايه. بعد ما الكيكه طلعت عندي من الفرن واختبرناها بخله اسنان كده، كون ان القلب بتاعها ما يكونش ناي، ابدا اطلعها من الفرن واسيبها ترتاح خالص وتبرد، وبعد كده هنبدا نقطعها مع بعض. بعد ما قطعنا الكيك بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، الكيكه عندي هشه مفيهاش فراغات وطريه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويفضل ان هي ترتاح، يعني لو انا عاملاها بالليل ان انا اقطعها الصبح بتبقى طبعا افضل، يعني ان هي بتبقى خدت راحتها وبمعنى اصح شمت نفسها. ايه بقى اللي بيخلي الكيكه زفره؟ ناس كتير بتسأل السؤال ده ومش عارفه له حل. هل البيض البلدي او البيض الابيض؟ لا، هو مش الفكره في البيض، هي الفكره ان انا بستخدم مواد طبيعيه في الكيك زي الزيت، زيت الذره او زيت عباد الشمس او اي نوع زيت يكون نظيف وحلو، مش هيخلي ريحه الكيكه عندي زفره. لو انا هستخدم برضو لو هستخدم سمنه بلدي او زبده طبيعيه برضو مش هشم ريحه زفاره في الكيكه. اللي هيخلي ريحه الكيكه زفره السمنه اللي هي العلب الهولندي، هي ديت اللي بتخلي ريحه الكيك مش حلوه. ودي معلومه انا عرفتها من خلال ما انا بشتغل وبتعامل مع الحاجه، فعرفت ان الحاجه دي هي اللي بتخلي الكيك ريحته زفره. جربي الوصفه دي النهارده ويا ريت تنول اعجابك. ولو عجبك النهارده الوصفه يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.